اهلا بكم في حلقه جديده من قناه فخران. انا معاكم فيديو جديد. فيديو النهارده هو عباره عن وجه اليوم اللي اعتقد مفيش زملكاوي مستني اليوم ده. طبعا مستني انك تتفرج على ديربي وعلى ما بين الزمالك والاهلي وقطبين الكره المصريه وكل الكلام ده، ولكن خلينا مقتنعين في بدايه الفيديو كده قبل ما نبدا اي كلام. فخلينا مقتنعين ان احنا كزملكاويه خايفين. ايه اللي خلينا خايفين؟ هنشرح كل ده النهارده في فيديو. النهارده هنشرح التشكيله. ما قدرتش اعمل بودكاست على الزملكاويه للاسف، ظروفي طبعا مع دخول المدارس وظروفي ما بيني انا وعلام ما ظبطتش ان احنا نعمل بودكاست على الزملكاويه، وانا مزنوق في الوقت جدا عشان عايز انزل حلقه ان انت المفروض تتفرج عليها النهارده يوم الخميس، وانا مصور الحلقه دي يوم الثلاث بالليل، فمحتاج ان انا منتجها واخلصها وانزلها لك. فاتزنقنا في الوقت بس وحصل كم مشاكل، فخلاص هعمل الفيديو انا لوحدي. طيب النهارده هنتكلم على ايه؟ هنتكلم النهارده على مميزات الزمالك وعيوب الزمالك الكبيره جدا، مميزات الاهلي برضو. لو حد اهلاوي بيتفرج علينا فاكيد هتاخد نصيبك من الفيديو ده، مميزات الاهلي وعيوب الاهلي. وكمان هنتكلم على الصفقات اللي جابها الزمالك الجديده، وهنتكلم في الاخر على جزء كده انا حاطه في الاخر ان لو حصل والزمالك كسب ايه اللي هيحصل، ولو حصل والزمالك خسر ايه اللي هيحصل. فخلينا بقى نبدا الفيديو. طيب تعال نبدا باول جزء في الفيديو معانا، وهو الصفقات اللي الزمالك اتعاقد معاها، والصفقات ايه اللي الاهلي اتعاقد عليها. طبعا احنا اتكلمنا في فيديو عن الصفقات، ولكن كان في الفيديو اتكلمنا على بوبينزا، ولكن بوبينزا حصل مشاكل في اخر لحظه حرفيا، وانا بابلود الفيديو نفسه كان حصل مشاكل مع بوبينزا، وطبعا المشاكل اللي كلنا عارفينها. طيب خليني اقول لك، انا كاتب الصفقات كلها قدامي هنا. طيب خليني اقول لك الاول صفقات الاهلي لان احنا عمرنا ما اتكلمنا عليها. طيب الاهلي جاب لعيبه، يمكن اعتقد هو يعني بيعمل ريفريش بس كده للصفقات. وطبعا جمهور الاهلي اصلا مش عاجبه الصفقات اللي جايبها الاهلي. الاهلي جاب 4 صفقات، ومنهم اشرف داري ويحيى عطيه الله وعمر الساعي من الاسماعيلي ويوسف ايمن. طيب هتقول لي الصفقات دي ايه نظامها وكل الكلام ده؟ انا شايف يعني اللي اعرفه اللي انا اتفرجت عليه، طبعا يحيى عطيه الله لعيب قوي جدا، لعيب مركزه قوي جدا، هيفيد كمان. طبعا شفناه في ماتش اللي هو الماتش الافريقي الاخير، جورج مش عارف فريق اسمه ايه الصراحه، جورج ما هي ولا قدر ان هو يعمل اسيستين في الماتش، فالصراحه حاجه كبيره جدا. صفقات الاهلي يعني انا شايف ان الاهلي اصلا مش محتاج صفقات، يعني ارحمونا بقى يا جماعه. يعني نادي انت عندك بسم الله ما شاء الله، يعني استقرار، لعيبه كويسه، سكواد كويس، عندك بدل السكواد 2 و3، عندك 3 حراس، عندك حاجات مميزات كبيره جدا وهنتكلم عليها. فاعتقد هو بس الصفقات دي من وجهه نظري المتواضعه ان هو بس يعني فوق الفرقه كده. احنا جايبين لكم 4 لعيبه جديده يا جماعه بس. طيب صفقات الزمالك اللي كانت 5 صفقات، وهي عمر فرج وسيدي نداي ومحمود بنتايج وميشلاك اللي هو البولندي ومحمد حمدي من نادي امبي. طيب اتكلمنا على الصفقات دي كل واحد فيهم، بس هنتكلم بقى على ان احنا اولا الصفقات اللي انت جايبها دي، انت جايب 5 صفقات. طيب خلينا نبدا بقى في الاول في الفيديو على طول كده. انت كنادي الزمالك قبل ما نبدا الموسم انت كنت محتاج مين؟ يعني مين كنت محتاج الصفقات دي؟ يعني انت كنت محتاج مراكز ايه؟ طبيعي اي نادي في الدنيا بيجي يعمل ميركاتو بيشوف والله يا جماعه انا عندي النهارده في الاهم طبعا، يعني انا فاهم احنا لو جينا اتكلمنا مفيش غير 3 لعيبه بس بيلعبوا في نادي الزمالك، هم 3 لعيبه، زيزو وناصر ماهر وحمزه المسلوسي. من وجهه نظري دول اللعيبه اللي فعلا بيبني عليهم سكواد. طيب عبد الله السعيد هنخش في كل وقال هنفهم كل حاجه. طيب انت كنت محتاج مين؟ كنت محتاج قلب دفاع، ده قولا واحدا. فين قلب الدفاع؟ احنا مش عارفين. النهارده في قائمه الزمالك نزلت فيها محمود حمدي الونش، ولكن هل انت كزملكاوي او كاهلاوي كان اي حد بيتفرج محمود الونش؟ من وجهه نظري برضو ان محمود الونش ده قبل اصاباته الاثنين صليبي، محمود الونش قعد اي مهاجم في مصر مستريح. خلينا متفقين مع احترامي الكبير جدا واللعيب اللي انا بحبه جدا وشايف راجل قوي في الملعب هو محمد عبد المنعم، اللي دلوقتي بنتمنى له التوفيق في نادي نيس الفرنسي. محمد عبد المنعم لو احنا جبنا البيك بتاع الونش والبيك بتاع عبد المنعم، بالنسبه لي الونش افضل بكتير. طيب عارف ان الحته دي ممكن تحصل فيها جدال شويه، فزي ما قلت لك الونش انت مش ضامن بعد 2 صليبي مستواه عامل ازاي. طيب يبقى مين السيرد باك الوحيد اللي عندك بقى يلعب كوره؟ هو حمزه المسلوسي. حمزه المسلوسي هتحط جنبه مين؟ من توقعي مش عايز اقول التشكيله، بس هو هتحط جنبه يا حسام عبد المجيد، يعني هتشوف بقى يا الزناري، بس اعتقد حسام عبد المجيد. بلاش نلعب في حته قلب الدفاع دي كتير، يعني خلاص حمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد في ما بينهم شويه كيمستري، لان خلي بالك لازم قلبين الدفاع يبقى في ما بينهم كيمستري، لازم الاثنين يبقوا فاهمين بعض، وده اللي هنتكلم عليه لما نروح للنادي الاهلي. طيب خط الدفاع انت اولا في الجول كيبر من وجهه نظري انت ما عندكش جول كيبر، محمد صبحي محمد عواد ما يعني حرام يلعبوا في الزمالك، تمام. بس انا مش عايز اطلع الحلقه دي اقطع في لعيبه الزمالك عشان مش وقته، ده مش وقته تماما. احنا بنتكلم خلاص
48 ساعه وماتش الزمالك والاهلي يبدا، ماتش هيتوقف عليه كتير جدا. تمام. فانا مش عايز اطلع اقطع في اللعيبه ونيجي نتكلم، ممكن نبقى نعملها حلقه لوحدها نقطع في اللعيبه اللي احنا عايزينها. طيب، ف محمد صبحي اعتقد ان هو ماشي، ممكن يبقى مستواه احسن شويه من محمد عواد، هو اللي هيبدا معاك. نقاط الحاجات المميزه عندك في الزمالك ان انت ممكن تلعب على سرعات. زي مين؟ هيجي واحد في الكومنتات دلوقتي حالا هيقول لي ايه الصفقات الجديده هنعمل فيها ايه؟ هل هنبدا بيها اساسي؟ من وجهه نظري ما ينفعش الصفقات الجديده تبدا اساسي. الصفقات الجديده هي ما لعبتش غير ماتشات وديه، غير او اعتقد ماتش او ماتشين، ما ينفعش تبدا بيها ماتش اساسي. يعني انت عندك 5 صفقات، لو قلنا طبعا اللي هيبقى عليهم العين اكتر هم عمر فرج وبنتايج ومشلاك وحمدي، يعني هم الصفقات كلها عليها العين ما عدا سيدي النضاي، انا مش فاهم هو جه ليه اصلا. فانت لو تلعب بعمر فرج كراس حربه ما اعتقدش انك هتبدا بيه، اعتقد ان هو هيبدا بسيف الدين الجزيري. صعب ان هو يبدا بحد من الناس الجديده في التشكيله الاساسيه. ايه المميزات اللي عندك؟ ان الاهلي هو النادي الوحيد تقريبا اللي في مصر نادي متقدم شويه، فبيلعب دفاع مفتوح شويه، يعني هو بيلعب براحته، عكس لما تيجي تلعب اي نادي تاني في الدوري المصري تلاقي لونج ديفنس، هتلاقي الديفنس متقفل تماما عليك زي اي نادي في الدوري المصري. فلعيبه عندنا احنا لاعبين او 3 بيحتاجوا سرعات وبيحتاجوا مساحات. مين هم؟ احمد السيد زيزو وميشلك اللي لسه جاي جديد، لعيب سريع جدا، بس هو دي عيب وميزه في نفس الوقت ان هو ماتشات الدوري ممكن ما يسددش، ماتش زي الاهلي او بيراميدز او ماتش في افريقيا ممكن يفتح ويجيب اجوان كمان. فعندك زيزو ميشلك، وعندك سيف الجزيري. سيف الجزيري اتفرج على اي هايلايتس ليه الماتش تقول كل ماتشات الجزيري من وجهه نظري انا شايف لغايه دلوقتي ان الجزيري مش مهاجم الزمالك الاول. تمام. طيب الجزيري فيه ماتشات ليه بتبقى حلوه جدا زي ماتش الاهلي بتاع 2-1، مش قصدي حاجه ان انا اعمل كده، بس انا بقول الاحتفاليه اللي كان عملها. تمام. ماتش الاهلي ده مساحات سيف الجزيري من اكتر اللعيبه اللي بتتحرك بشكل غير عادي. هل هو فينيشر كويس؟ بالتاكيد لا. يعني تعالى قارنهولي ما بيني وما بين اسامه ابو علي. اسامه ابو علي فينيشر مليون مره قد سيف الجزيري، ولكن ممكن سيف الجزيري يكون تحركاته بره ال 18 اللي بتحتاجها في بعض الاوقات، بس ده برضو مش صفه مهاجم نادي الزمالك، مهاجم 9. طيب سيف الجزيري، نبعد بقى سيف الجزيري شويه. انا يمكن اللعيبه اللي حاطط فيها امل شويه من الصفقات الجديده هو عمر فرج ومشلك. بس عمر فرج حاسس ان هو ممكن يعمل حاجه لو نزل كبديل او حتى كان نزل كاساسي كمفاجاه. حاسس ان عمر فرج ممكن يبقى فينيشر كويس. خلي بالك عمر فرج لو مش فينيشر كويس احنا رايحين في داهيه. لو عمر فرج مش فينيشر كويس نادي الزمالك بيقع. هتقول لي ايه يا عم ايه يا عمر فرج؟ هقول لك ليه يا باشا. انت معاك الزمالك دلوقتي معاه 10 جنيه، تمام؟ النادي الاهلي معاه 100 جنيه. فالنادي الاهلي لما بيجي يجيب لعيبه ممكن لعيب منه يخيش زي مودست، ممكن لعيب بالصفقات اللي هو جايبها، ممكن مثلا اي لعيب من دول يخيش عادي مش هتفرق معاه. فبيجيب اللعيبه اللي هو عايزها. انت الزمالك معاك 10 جنيه، فانت عايز ال 10 جنيه دي تصرفها صح جدا جدا. تقعد تحسب انت هتجيب مين في وقت ايه بسعر كام. اي نعم مشلك يعتبر جاي ببلاش، والكلام اللي اتقال اللي سمعه ان هو جاي فوق البيعه كده، بس في راتب انت بتديهوله. اعارتين محمد حمدي من امبي وبنتاج من بنتاج اللي جه للزمالك، الاثنين دول باكات شمال، وانا شايف الاثنين دول جايين الاثنين اعاره. هتقولي طب ليه 2 باكات شمال جايين اعاره؟ اللي سمعته برده من كلام داخل النادي ان هم جايبين الاثنين هيفضلوا ما بينهم لغايه اخر الموسم. في كلام بيتقال ان جوميز مش عايز بنتاج، كل الكلام ده ما تصدقوش، فتره اشاعات هتبقى غير عاديه الفتره الجايه. فبنتاج ومحمد حمدي جايبين الاثنين اعاره، الاحسن فيهم هيشتروه زي ما عملوا محمد شحاته وهيكمل مع نادي الزمالك، واللي مش احسن خلاص اهي اعاره كان بياخد راتبه ومشي. طيب توقعي محمد حمدي اللي هيكمل مش بنتاج. هتقولي ده بنتاج اجنبي وبتاع ومغربي وباك شمال حلو وبتاع، اقول لك محمد حمدي انا يعني حاسس ان هو هيبقى فيه. محمد حمدي حاسس ان هو لعيب من ام بي، انا يعني اي لعيب من ام بي انا يعني بتبسم فيه يعني اي لعيب من ام بي انا بحبه مش عارف ليه. طيب بمناسبه بقى ان احنا جينا الام بي، في حمله كده معموله دلوقتي، وحمله من يعني مش حمله بس هي كلام ملوش لازمه ومن يوتيوبرز معينه، انا مش عايز اذكر اساميهم يعني ملهاش لازمه ان انا اذكر اسامي يوتيوبرز، بس هي وجهات نظر في الاول والاخر. انت كزملكاوي انا كزملكاوي، احنا الاثنين بنشجع نادي واحد، ولكن ممكن يبقى ليك انت وجهه نظر في اللاعب وانا وجهه نظر في اللاعب. هتقول لي طب مين يا عم بودي مين اللاعب ده؟ هقول لك هو مصطفى شلبي. في كلام غير عادي سمعته النهارده بالذات، كنت بسمع فيديو لحد يعني على اليوتيوب كان بيتكلم على الزمالك وكل الكلام ده، قعدوا يقطعوا، مش عايز اقول بقى الفيديو بالظبط، بس قعدوا يقطعوا في مصطفى شلبي بطريقه غير عاديه. يا جماعه اولا مصطفى شلبي لعيب كويس جدا،
يعني في كلام انا سمعته مصطفى شلبي اصلا يقول لك واحد بيتريق يقول له يعني، مع ان الثلاثه دول يعني مش عايز اتكلم، بس هم انا بحبهم جدا وزملكاويه وبتاع، بس كلموا كلام على مصطفى شلبي ملوش لازمه خالص، ملوش لازمه اولا في الوقت ده تماما انك بتقطع في لعيب زي ده. ممكن الراجل ده يصادفوا الفيديو ده والفيديو ينتشر يتبعت على ريل على انستجرام، الدنيا بتضرب يشوف هو الفيديو ده. مصطفى شلبي من اللعيبه الكويسه جدا، يمكن من الصفقات اللي جابها مرتضى منصور كانت كويسه. مصطفى شلبي من اللعيبه اللي انا بشوفها مميزه في حاجات كتير قوي، مميز في الترقيص من على الخط، في حته لو تفتكروا ماتش تفتكروا كهربا مع الزمالك كان دايما ياخد حته الخط دي وياخد الخط ويرقص ويخش ال 18. مصطفى شلبي بيشوط من بعيد كويس تمام، نعم ساعات بيتصرف بعض الحاجات. مصطفى شلبي انا متابعه من ايام ما كان في انبي، لعيب غير عادي، لعيب كويس جدا كويس جدا يعني. هو في سن 29 سنه وما راحش المنتخب غير مره باين وكل الكلام ده، دي حظوظ ربنا ما وفقهوش، بس هو في السن ده هو لعيب الصراحه وينج شمال كويس جدا. يا جماعه احنا كنا بنقول في فتره ده بن شرقي جاي هنلاعب بن شرقي ولا مصطفى شلبي؟ انتوا متخيلين بن شرقي اللي احنا كنا في فتره من الفترات مع الزمالك ده نجم الزمالك الاول مش احمد السيد زيزو، فانت متخيل ان انت كنت بن شرقي نجم الزمالك ده جاي يقول لك احنا هنلعبه ولا هنلعب شلبي؟ شلبي انا شايف اي حاجه بتتعمل ضده انا ضدها تماما، لان هو لعيب كويس، هو مش سيء، هو مش اشرف رؤى، هو مش عمرو السيسي، هو مش كل الكلام ده، هو لعيب كويس جدا. ليه بعض الاخطاء ليه ماتشات مش حلوه، ولكن ليه ماتشات تانية افتكر له الحلو يا اخي ومش وقته. فدي كانت كلمه يعني الصراحه محشوره في زي اللي كنت عايز اقولها يعني. طيب فزي ما قلت لك مميزات الزمالك، اولا ان الزمالك ممكن يخطف جون في اي وقت. الزمالك في اول الشوط الاول هتقول لي لا ده الاهلي اللي بيعمل كده، اقول لك عندي احساس ان الزمالك هيبقى نازل بدفعه قويه جدا بعد طبعا اللي شفناه من الالتراس وايت نايتس الكوره فاسود اللي عملوه امبارح، وان قبل اخر تدريبات ليهم في نادي الزمالك راحوا لهم وعلقوا يافطه وجابوا لكل لاعب علبه عليها كورفا سود وحاطين فيها رساله قويه جدا من جوه بيشجعوا اللعيبه بالعربي وبالانجلش عشان اللعيبه الاجانب تشوفها، وحاطين لهم تيشيرت وكاتب على البوكس نفسه اسم اللاعب، يعني مش بوكس كده عادي. شفتها ولاعيبه كتير نزلتها ستوري زي عواد زي شيكابالا زي زيزو عمر جابر، فحركه كويسه قوي ما بيعملهاش غير الالتراس بتوع ايطاليا اللي هم بتوع اي سي ميلان ونابولي وكل الكلام ده. احنا الالتراس بتاعنا التراس الزمالك نزل جوه ارض التدريبات جوه استاد زامورا وقدر ان هو يتكلم مع اللعيبه، واللعيبه كانت بتسمع له زي التلاميذ بالظبط، مدرس بيشرح حاجه وسمعوا له وقالوا ان بعض الكلام اللي اتقال ان الماتش ده مش هيبقى زي ماتش 2020 الاهلي مش هينفع يكسب الماتش ده وكل الكلام ده، وادوهم حافز كبير جدا. اعتقد ان بعد الحافز ده مفيش حاجه تاني جمهور الزمالك يقدر يقدمها. جمهور الزمالك اللي دايما واقف في ظهر نادي الزمالك ايا كان النتيجه، الزمالك بيخسر، الزمالك ما بيتاهلش دوري ابطال افريقيا سنتين متتاليين، نادي الزمالك ما بيتاهلش دوري ابطال افريقيا، دي حاجه كبيره جدا، سنتين متتاليين بيدعموا وبيروح ورا ماتشات الكونفدراليه اللي هي اصلا ما تليقش بيه. يعني حتى هتقول لي انت خدت الكونفدراليه طب فرحت بيها ليه؟ اقول لك الكونفدراليه دي كاس بتقول لك انت ماشي على طريق صح، لكن هي انت ما تليقش بيك الكونفدراليه، انت واحد انت احنا اسياد افريقيا الناس عرفونا، يعني الاغنيه اللي كانت بتتغنى من التراس وايت نايت يعني. مش عايزين نخش في الموضوع ده، خلينا في الماتش. فزي ما قلت لك ان الزمالك عنده مميزات كتير جدا. عيوب بقى الزمالك ايه؟ اكتب بقى معايا يا باشا. اولا انت عندك مشكله كبيره قوي في نص الملعب. تقول لي ايه؟ انا عندي في نص الملعب ناصر ماهر وزياد كمال ومحمد شحاته ونبيل دونجا عبد الله السعيد وكل الاسامي دول. هقول لك يا باشا انت عندك مشكله في رقم 6. تقول لي 6؟ ده انا عندي شحاته ودونجا. اولا شحاته بيلعب 8 مش بيلعب 6 تمام، من وجهه نظري. في هو كان بيلعب باك يمين الفتره الاخيره دي كلها، بس هو لما بيجي يلعب في نص الملعب بيلعب 8 لان دونجا بيلعب 6. فدونجا انا مش فاهم، علامه استفهام كبيره جدا على نبيل دونجا. انا عمري في حياتي انا ما بكرهش، بس انا عمري في حياتي ما حسيت ان دونجا ده اقنعني. في ماتش نهائي الكونفدراليه دونجا كان هو رجل المباراه من وجهه نظري، انا بقول لك اهو. ماتش الاهلي كان هو رجل المباراه، في ماتشات تانية دونجا انا بحس ان هو تايه، مش عارف يعمل باص صح، مس باص كتير جدا فوق الخمس ست مس باص من لعيب 6. لعيب 6 ده الكوره منه لو اتقطعت بخطور هجمه مرتده. يعني انت لو لعيب 6 وبتلعب هجمه، تخيل معايا ان دونجا ده في مكانه ده لاعب كوره غلط اتقطعت بقت هجمه مرتده عليك، انت متخيل؟ فده اللي انا خايف منه، خايف من غلطات الدفاعيه طبعا.
احنا بقول لك ما عنديش خط دفاع. يعني حمزه المسلوسي بيقيد خط الدفاع كله. عمر جابر الصراحه انا برفع له القبعه زي ما بيقولوا. عمر جابر اللي من ساعه ما جوميز جه هو عامل مستوى خرافي خرافي. عمر جابر دايما بشوفه اللعيب العادي خالص، اللعيب المصري العادي النورمال. لا جامد قوي الباك اليمين اللي ما جاش زيه، ولا الوحش قوي اللي هو ما تقدرش يلعب في الدوري المصري. بس عمر جابر دايما بحس ان هو بيتطور من نفسه وبيحسن من نفسه، يحسن من نفسه في الاوفرات، يحسن من زي الكره اللي شفناها عملها لزيزو في ماتش البوليس الكيني، بيحسن نفسه في الشوط على الجون. عمر جابر بيشوط على الجون كويس جدا، شفناه في ماتش الداخليه لما كره الماتش ده انا كنت حاضر في الاستاد. عمر جابر غير كل ده ان هو زملكاوي قوي، عنده شغف الفانيلا، بيحب الفانيلا يلبسها، بيحب يلعب مع الزمالك، ودي من الحاجات اللي تخلي عمر جابر فارق قوي عن اي باك يمين جه تاني. باك يمين زي مثلا حازم امام اللي كان بيلعب كان زملكاوي. انك تبقى زملكاوي مع انك بتطور مع نفسك ومع انك لعيب كويس، ميكس غير عادي. طيب بعد كل الكلام الجميل ده، عيوب الزمالك زي ما قلت لك الغلطات الدفاعيه اللي انا مرعوب منها، مرعوب من الغلطات الدفاعيه، مرعوب من غلطه في نص الملعب اللي انا مش ابقى قلقان منه جدا جدا جدا. طب مرعوب من ايه كمان؟ مرعوب ان انا ما نعرفش نخلص ونفضل 0-0 زي ماتش كاس مصر اللي الاهلي كسب فيه 2-0. الزمالك لعب من الماتش ده بشهاده اهلاويه زملكاويه مع اللواء احد يقول لك الزمالك لعب بالظبط في الماتش ده 70 دقيقه لعبهم. هل انت جبت جون في 70 دقيقه؟ مع احترامي الاهلي لو مسك عليك كوره 70 دقيقه والله لا تخرج ب 3-0 على الاقل في ال 70 دقيقه، مش بقول لك في الماتش كله. ليه؟ هو ده الفرق ما بين الاهلي والزمالك. انا واحد زملكاوي، هو اعتقد ما فيش باين اكتر من كده ان انا زملكاوي، بس هو فريق بيعرف يستغل الفرص. وانت في 70 دقيقه كنا ممكن الماتش الكاس ده يخلص، بس مش عايزين نتكلم على القديم عشان برضو اللعيبه كل الكلام ده. الصراحه زي ما قلت لك عيوب الزمالك خط الدفاع، خط النص اللي انا خايف يجي منه غلطات، ان احنا ما نستغلش الفرص، دي حاجه كبيره جدا. وطبعا الحاجه الاخيره اللي هكلمها في عيوب الزمالك او مش عيوب الزمالك اللي كان خايف منه، هي اصابه زيزو في اول ربع ساعه. اصابه زيزو في اول ربع ساعه دي لو حصلت هتبقى مشكله ويعني غم زي ما بيقولوا. نسبه التفاؤل البسيطه عن نادي الزمالك، جماهير نادي الزمالك انا بقولها لكم خليها عندكم، نسبه التفاؤل دي موجوده عندي برضو، ولكن اي حد بيسالني في الشارع بقول له الاهلي هيكسب. انا بروح مدرستي شغلي تمرين اي حاجه، ايه الزمالك وبتاع، قال له الاهلي هيكسب. يعني كلمه واضحه صريحه كده، الاهلي في فورمته الاحسن. تمام. هل انا بقول كده خلي بيني وبينكم بقى، انا بقول كده ليه بقى؟ عشان لو الزمالك كسب نمسك الاهلاويه ما نسيبهمش، لان ناس صحابي كتير قوي طبعا اهلاويه. فزي ما قلت لك كده هو الزمالك يعني ربنا يستر، خايف جدا. ماتش كام في المية؟ اقول لك 60-40 للاهلي، ممكن توصل ل 70-30 كمان للاهلي. متفائل ولا مش متفائل؟ انا مش بحب الكلام ده، بس انا الصراحه انا مش متفائل. طيب خلينا بقى نخش على الاهلي على طول. بعد ما اكلمك على الاهلي عنده مميزات كبيره جدا. اول حاجه هو عنده في كل مركز عنده لعيب تقيل. حتى رامي ربيعه، شايف ان رامي ربيعه مستواه مش اللي يلعب في النادي الاهلي، ولكن شفناه في مستوى الماتشات اللي فاتت بيطور مستواه جدا ملحوظ، بيجيب جون براسه، عوض حته عبد المنعم للنادي الاهلي. بقى يلعب كوره على الارض، ما بقاش يتوتر. دايما كنت بحس ان رامي ربيعه اول ما بتجيله الكوره بيحصل له مشكله، عايز يرميها في اي حته. فعلي رامي ربيعه بقى اكتر على الارض، بقى عنده ثقه اكتر في نفسه، كابتن طبعا من كباتن النادي الاهلي. فعايز اقول لك ان دي ميزه، ان كل مركز حرفيا في الاهلي، يعني انت عندك محمد الشناوي ثابت، يعني قصدي ان التشكيله السكواد اللي هيبقى نازل بيه الاهلي هيبقى مرعب. عندك واحد زي اسامه ابو علي من فرصه قد كده بيحولها لهدف. انت لو كوره، انا حاسس ان هيجي كوره ميته في الماتش ده او كوره من غلطه دفاعيه واسامه ابو علي هيلطشها، انا بقول اهو يا جماعه. فالصراحه خايف من الحاجات دي طبعا. مميزات الاهلي كمان طبعا الكبيره جدا اللي قعدنا نحكي عليها، الفينشر زي واحد زي اسامه ابو علي ممكن يخطف فيك جونين كمان. واحد زي امام عاشور بيشوط، واحد مبقاش مصدق انه بيقول على امام عاشور في مميزات الاهلي. ماشي، امام عاشور عنده واحد بيشوط من بعيد كويس جدا، لعيب خطير، لعيب بياخد الكوره حرفيا مش بينقلها بس من خط الدفاع لخط الهجوم، ده هو بينقلها وبيكمل وبيروح يجيب جول. عندك واحد زي حسين الشحات لعيب مميز جدا. هتقول لي طب لو اسامه ابو علي حصل له مشكله اتصاب بتاع، واسامه ابو علي مجرد ان هو طلع من الملعب وكان مثلا مستواه مش حلو لا قدر الله طبعا، يعني ما نتمناش لحد حاجه وحشه، اتصاب او كده، النادي الاهلي من وجهه نظري هيقع منه نسبه 50% من قوته. لان لو كهربا نزل، طبعا كهربا مستواه
بعيد تماما تماما عن وسام ابو علي، بعيد عن اي لاعب في النادي الاهلي اصلا. كهربا مستواه بعيد قوي يعني عن المستوى الاساسي، مع ان كهربا في الزمالك كان عامل شغل عالي قوي يعني. الاهلي مميزاته، لان انا عايز حاجه او حاجه مش مميزات قوي. الاهلي في اول ربع ساعه دي من وجهه نظري هتلاقي كور خطيره جدا من النادي الاهلي، وشوطات من بعيد وشوطات من قريب وفاولات وبتاع، وهتلاقي الاهلي ضاغط. ممكن بعدها حماسه يقل، مش عارفين. بس انا اللي انا شايفه ان الزمالك ينزل الماتش ده طبعا حاطط في دماغه الفوز، اللعيبه تبقى ناشفه شويه كده في الملعب. وان انا شايف اول ربع ساعه في الماتش ده انت بتجس طبعا الفريق اللي قدامك، لو لقيت الفريق اللي قدامك ده متحمس قوي، تلعب ديفنس وتقفل خطوطك تماما، ترخم عليه اول ربع ساعه، طاقته هتقل، تبدا انت بقى تشوف تشتغل. ده في حاله ان الاهلي بدا كده. لو الاهلي اصلا بدا ان هو مستنيك يشوفك انت، لا، فالماتش ساعتها هيبقى عامل زي ماتش كاس مصر. ماتش كاس مصر باختلاف ان سكواد الاهلي كان اقوى بكتير من سكواد الزمالك، ولكن كان دايما تحس الفرقتين في مستوى بعض بالظبط، وده خايف من ده وده خايف من ده بالظبط، الشوط الاول بالذات. طيب العيب بقى اللي انا شايفه في الاهلي ان الاهلي هيلعب قلبين دفاع وهم رامي ربيعه وياسر ابراهيم، وان انا شايف ان الكيمستري مش شغاله ما بينهم تماما. رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم كان الكيمستري شغاله، بعدين انت بتتكلم في حد زي رامي ربيعه وياسر ابراهيم، القائد بتاع الخط ده هو رامي ربيعه. فانا شايف ان رامي ربيعه مستواه اتحسن، ولكن مش لدرجه ان هو احط فيه ثقه لو انا اهلاوي زي محمد عبد المنعم. فيعني الصراحه مشكله شويه. طيب خليني اقول لك بقى توقعي، يعني توقعي البسيط، الفريق ده هيبدا بمين والفريق ده هيبدا بمين. ايه هي تشكيله الاهلي؟ يعني طبعا كاتب التشكيله هنا عندي على الموبايل. طيب هيبدا الاهلي في حراسه المرمى بمحمد الشناوي، قدامه من اليمين كده للشمال اتوقع ان هو هيبدا من اليمين بعمر كمال، جنبهم طبعا اثنين سد باكات زي ما قلت لك رامي ربيعه وياسر ابراهيم، وعلى الشمال يحيى عطيه الله. قدامه مروان عطيه كمركز 6، زي ما قلت لك مروان عطيه هيلعب 6، وهيلعب قدامه من وجهه نظري يعني امام عاشور، وممكن يلعب جنبه عمر الساعي. لو ما لعبش عمر الساعي فاتوقع ان هو امام عاشور وقفشه. حاسس ان قفشه ممكن ما يبداش بيه، ولكن اتوقع امام عاشور وقفشه تمام. ممكن عمر الساعي ينزله في الشوط الثاني. هيلعب بمين؟ شمال هيلعب قصدي عفوا يمين يعني، عشان مش تفرق، الشحات وبيرسي تاو ورأس حربة وحيد وهو وسام ابو علي. ده التشكيله اللي من وجهه نظري. بالمناسبه دلوقتي حالا وانا بسجل الفيديو وصول لاعبي نادي الزمالك، انا حاسس ان انا طالع لايف يعني بس وصول لاعبي نادي الزمالك الى وصلوا الى ارض السعوديه. طيب خليني اقول لك بقى تشكيله الزمالك على السريع، بما اني برضو كاتبها هنا على الموبايل. طيب هيبدا ب اكيد محمد صبحي، قدامه 4 من اليمين للشمال زي ما قلنا عمر جابر، حمزه المسلوسي، حسام عبد المجيد، واعتقد شمال مش عارف هل هيبدا ببنتايج ولا محمد حمدي، ولكن توقعي هيبدا بمحمد حمدي. قدامه هيلعب 2 وهم محمد شحاته ونبيل عماد دونجا. قدامه رقم 10 هيلعب عبد الله السعيد، على يمينهم زيزو، وقدامهم عمر فرج، وعلى شمالهم من وجهه نظري اللي انا شايفها ان هو هيبدا بمصطفى شلبي، مش هيبدا بمشلك. واعتقد ان ممكن في نص الملعب يعني بفكر كده معاكم ان هو ممكن يشيل محمد شحاته ويبدا بناصر ماهر، وان هو يلعب بناصر ماهر وعبد الله السعيد ودونجا 6 تحتهم، ويبدا ان هو يلعب بزيزو ومصطفى شلبي وناصر ماهر وعبد الله السعيد وعمر فرج، دول يهاجموا، ويبدا دونجا يرجع ورا مع الخط الدفاع. مش عارف، بس اعتقد ان هو توقعي ان هو اكيد هينزل بواحد زي محمد شحاته. بس اللي انا اتمناه يعني، او اللي انا التوقع بتاعي توقع ان محمد شحاته ونبيل دونجا. اللي انا بتمناه ان محمد شحاته يتشال ويلعب مكانه ناصر ماهر، عشان هيفيدني هجوميا اكتر، وانا عايز ان احنا نستفيد هجوميا اكتر. بس هي دي كانت التشكيله بتاعه نادي الزمالك والنادي الاهلي، وتوقعي للتشكيله دي. هنقول توقع طبعا الماتش في الاخر، ولكن عايز اتكلم على حاجه قبلها. تيشيرتات الزمالك اللي اتعملت الصراحه لسه نازله، شكلها عجبني قوي. التيشيرت الاسود بالذات، لحظه بس البس دي. التيشيرت الاسود بالذات جامده جدا، عليها التاج من هنا، ولكن شكل ريجينا يمكن مضايقني شويه، لوجو ريجينا، ولكن عليه التاج من هنا. لو ركزت في تفاصيل التيشيرت هتلاقي ان هو مكتوب عليه النادي الملكي، وطبعا متصور بيه النجم والعالمي والاباتشي محمود عبد الرازق شيكابالا. فيعني التيشيرت عجبني، قلت اقول برضو في نفس الوقت. والتيشيرت ده ملحوظه، مش عارف هم يلعبوا الابيض ولا الاسود، بس اعتقد الاسود ده التيشيرت ده الماتش السوبر الافريقي بس،
في ماتشات تانية هتلعب، الموسم هيتلعب بتيشيرت تاني. طيب في حاجه تانية نقولها؟ اعتقد ان مفيش حاجه تانية نقولها على المباراه دي. مباراه ان شاء الله تعدي على خير. طيب بعد كل الكلام الحلو اللي انا قلته لك ده، يعني جوميز، عايز اقول اخر حاجه على جوميز نديله الدعم الكامل. وان جوميز احنا مش عايزين يا جماعه ان جوميز ده، انا ما اتمناش ان هو بعد الماتش ده لا قدر الله لو الزمالك خسر. خليني بقى اقول لك عن نقطه، معلش خدتكم ورجعتكم كده. ماذا يحدث اذا الزمالك فاز بهذه المباراه؟ وجهه نظري انها نقطه تحول كبيره جدا. هتقولي ازاي؟ اي حد هيسمعه دلوقتي، اذا كان انت لو اهلاوي وواحد زملكاوي، يعني انت اهلاوي وواحد زملكاوي بيقول لك الماتش ده ملوش لازمه، او زملكاوي واحد بيقول اهلاوي بيقول لك الماتش ده ملوش لازمه، اقول له لا، مع احترامي انت ما بتفهمش كوره. اولا الماتش ده هو ماتش ديربي ما بين الاهلي والزمالك. الماتش ده لو بيتلعب في بطوله وديه مركز شباب الساحل هيبقى ليه اهميه. طيب بيتلعب في بطوله افريقيه زي دوري ابطال افريقيا، تمام؟ فان البطوله الافريقيه دي مشارك فيها 2 من الزمالك، من مصر، الزمالك والاهلي، زي ما حصل في دوري ابطال افريقيا في 2020، واتمنى ما يحصلش في الماتش زي اللي حصل قبل كده السوبر الافريقي. فالماتش ده مهم جدا. الزمالك لو خد اللقب ده هيبقى معاه 5 القاب، والاهلي هيبقى معاه 8 القاب. بس عايز اقول لك على حاجه، الزمالك هيكون لعب 6 بطولات سوبر افريقي خد منهم 5، الاهلي لعب 11 مباراه خد منهم 8. فاعتقد نسبه النجاح هنا في الزمالك احسن شويه، بس انا طبعا عارف ان الاهلي واخد بطولات اكتر، يعني ما تعصبش عليا يعني. طيب لو الزمالك فاز زي ما قلت لك نقطه تحول كبيره ممكن تبقى معاك ل5 سنين قدام. الزمالك هيفوق اكتر، بطوله واخدها من الاهلي، بطوله افريقيه كمان مش بطوله عاديه، هتروح هترجع على الموسم بتاعك، هتبقى قوي جدا في الموسم. ممكن تخش بقى في انك تكسب كمان الكونفدراليه في الموسم ده، وتخش تكسب الكاس. هيبقى عندك بطولات هتقدر تشارك فيها كتير وهتقدر تكسب فيها ان شاء الله. ماذا بقى لو خسر المباراه دي؟ اعتقد انها هتبقى مشكله كبيره قوي. الجماهير طبعا هتطلع بقى فوق، يعني هتقعد بقى تتكلم عن اداره سيئه جدا، وانا هبقى واحد من الجماهير، لان الاداره لغايه دلوقتي مذبذبه، ما ثبتتليش انا كويسه ولا وحشه. الاداره من الاخر يعني الاداره مذبذبه جدا. كمان ممكن بنسبه 70% او 80% الزمالك لو خسر الماتش ده مثلا ب 2-0 3-0 من الاهلي، اعتقد اقاله جوزيه جوميز. ولكن اعتقد ان الاداره يعني ممكن تفكر في حاجه. انا ضد ان جوميز ان هم يقولوه، لان جوميز اولا مدرب لقطه من الاخر. اولا المدرب ده بياخد 45,000 دولار في الشهر. تقول لي يا كتير، اقول لك حبيبي كولر بياخد 200,000 دولار في الشهر. انت بتتكلم في ايه؟ واحد زي كولر ده، واحد زي جوميز مدرب كويس، خد معاك بطوله الكونفدراليه، سيبه بقى يكمل. ما تبقاش زي مرتضى منصور تبقى تن 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 ايه ده جه شهرين ما خدش البطوله اللي احنا كنا جايبينه عشان لا اتكل على الله. لا انت يا جماعه اديله فرصته، سيبه يشارك في الدوري السنه دي بعد الموسم ده. انا بقول لك اهو، احنا النهارده يوم تقريبا 26 مش يعني 25/9 باين 24 25/9. انت احكم على الراجل ده. بص امتى بقى احكم على الراجل ده؟ لما الموسم يخلص، اللي هم المفروض ان هم قايلين هيخلص في 6، مش عارف ده صح ولا لا، تمام؟ لما الموسم يخلص بقى ونشوف حصاد الموسم كده وفنشت في المركز الكام وبتاع، لا تبقى ساعتها بقى نتكلم. فبس ده كان كل حاجه اقدر اقولها لك على فيديو النهارده. اتمنى الفيديو يكون فهمتك كل حاجه على مباراه السوبر الافريقي. طبعا توقعي لهذه المباراه، امنياتي طبعا بشكل غير عادي ان الزمالك يكسب، ولكن توقعي لهذه المباراه هو فوز النادي الاهلي 2-1 على نادي الزمالك. وبس كده، ده كان كل حاجه اقدر اقولها لك في فيديو النهارده. ويعني اتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. بس كده، سلام.